السلام عليكم خوتي وخياتي، مرحبا بكم كامل في قناتكم أخبار أنيس، وين نجيب لكم آخر الأخبار والتطورات اللي تهم الناس كامل وبالخصوص في ذوي الاحتياجات الخاصة. البارح كان لقاء مهم بزاف داروا رئيس الجمهورية مع الصحافة، وصدقوني مازال الحدث هذا داير البوس في كامل الصفحات والمجموعات وحتى في الفيسبوك. بزاف الناس بدات تهدر وتفسر بطريقتها، وكل واحد واش سمع. كاين اللي قال كاين زيادات، وكاين اللي بدا يروج للإشاعات، والناس حتى بدات تبعث في الأخبار بلا ما تتأكد. لكن خليوني نقول لكم بكل وضوح، الرئيس ما تكلمش نهائيا على زيادة لذوي الاحتياجات الخاصة ولا لأصحاب المنحة الجزافية ولا حتى اللي عندهم أمراض مزمنة. بالعكس، كلامه كان واضح ودار التركيز على زيادة سبق وأعلن عليها من قبل في نهاية سنة 2023، وقال أنه التطبيق راح يكون في بداية 2024، والمقصود بها زيادات خاصة بالموظفين المتقاعدين ومنحة البطالة وقدر المنحة الجماعية. يعني الرئيس كان يوضح أنه الزيادات هذه راح تدخل حيز التنفيذ من جونفي 2025، لكن بين باللي تم تأجيلها لعام آخر لأسباب مالية حسب تقديري. وبهذا الشكل الزيادات راح تطبق على مراحل انطلاقا من 2026 إن شاء الله. أنا شخصيا كنت متوقع هذا الشيء، وقلت قبل باللي ما راحش تكون زيادة قبل 2026، واللي تابعني من قبل يعرف باللي دايما نحل الأمور بالعقل وبالمنطق، ماشي بالعاطفة ولا بالإشاعات. لكن المشكل وين؟ المشكل في بعض الناس اللي ما تحبش تسمع الحقيقة. كي تقول لهم الواقع يغضبوا ويقولوا لك أنت ما تعرف والو ولا أنت دايما سلبي، وكي تجي تشوف تلقاهم ناس عايشين في الوهم، كل يوم يصدقوا إشاعة جديدة ويزيدوا يخلقوا الفوضى في وسط الفئة اللي راهي أصلا تعاني. أنا نقولها بصراحة، اللي روج للإشاعات راهو يضروج الناس أكثر مما ينفعهم. نواصل يا خوتي الحديث عن الموضوع اللي راه داير الجدل واللي خلى الناس كامل تهدر وتخمم، وهو قضية زيادات الموعودة. بصراحة كاين فئة من الناس اللي ما تحبش تتقبل الواقع. كل مرة يجيهم واحد في الفيسبوك ولا في المجموعات يقول لهم الرئيس أعلن على زيادات وراح تطبق قريبا، يصدقوه بلا ما يشكوا وكأنهم ما تعلموش من مرات الفايت. أنا نقولها وقلتها 100 مرة، الرئيس ما قالش باللي كاين زيادات جديدة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ولا المنحة الجزافية. بالعكس، ذكر فقط القطاعات اللي راح تمسها الزيادات، وهم الموظفين المتقاعدين طلبة ومنحة البطالة. كاين الناس الله يهديهم كي يسمعوني نقول هكذا يجي يرد عليا بوقاحة ويقول لي أنت ما تعرف والو، الرئيس راه أعلنها وأنا متأكد. يا أخويا متأكد منين؟ فين شفت القرار؟ وين راهي الوثيقة الرسمية؟ ما كاش غير كلام فارغ وحكايات روج من واحد لواحد حتى تولي كأنها حقيقة. وهنا نحب نقول كلمة مهمة، اللي يحب يخدم الخير للفئة ديالنا لازم يكون واعي وما ينشرش الإشاعات، لأنه كل إشاعة تخلي الناس تحلم شي مصراش وتزيد تحطم المعنويات ديالهم كي يكتشفوا الحقيقة. شوفوا يا جماعة، أنا ما نقولي باللي منا راح تكون زيادات مستقبلا، بالعكس راني متفائل، لكن بالمنطق. ممكن تكون زيادات في نهاية 2026 ولا بداية 2027، هذا إذا تحسنت الظروف المالية وتصدر قرارات رسمية من رئاسة الجمهورية. أما غير هكا راكم غير تضيعوا وقتكم وتعبكم في كلام ما عندوش معنى. زيادة ما تجيش بالضغط في التعليقات ولا بالهاشتاجات، تجيب قرار رسمي والتخصيص مالي في الميزانية. واللي يقول بلي الميزانية الجاية راح يكون فيها زيادات، نقول الميزانية تخدمت ما فيهاش بنود خاصة بالمنحة الجزافية للتضامن ولا بزيادة الفئة هذه. يعني مبدئيا نوصلوا خوتي مع بعض ونختموا الموضوع هذا اللي لازم الناس تفهموا مليح بلا عواطف وبلا إشاعات. أنا نعرف باللي بزاف الناس تعبوا وملوا من الوعود اللي تتأجل، وكي يسمعوا كلمة زيادة تفرح قلوبهم لأنهم يعيشوا وضع صعيب فعلا، واللي معاش حالتهم ما يحش بهم. بصح مع هذا لازم نكونوا واقعيين ونواجهوا الحقيقة مهما كانت مرة. الحقيقة تقول باللي ما كان حتى إعلان رسمي على زيادة جديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ولا لأصحاب المنحة الجزافية للتضامن، لا في جونفي ولا في مارس ولا حتى في صيف 2025. بصراحة اللي يحب الخير لازم يكون صريح، ماشي يقول كلام فارغ باش يربح لايكات ولا مشاهدات. أنا نقولها دايما، الصدق هو اللي يخليك تكسب احترام الناس حتى ولو ما عجبهمش كلامك. نزيد نذكر، الرئيس هو الجهة الوحيدة اللي يقدر يعلن على زيادات، ماشي صفحات الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا ناس تدعي عندها مصادر سرية. كي يكون قرار رسمي راح تسمعوا في الأخبار الوطنية وراح يخرج في الجريدة الرسمية، ماشي إشاعة من لا مكان. الزيادات الأخيرة اللي صارت في 2023 كانت كلها بقرار رئاسي واضح وبعدها تم تنفيذها في الميزانية.
أما العام الجاي فالوضع مختلف، الدولة عندها أولويات مالية والظروف الاقتصادية مازال ما تسمحش بإطلاق زيادات جديدة في الوقت الحالي. لكن رغم هذا ما نقولوش نفقدوا العمل، بالعكس لازم نبقاو متفائلين ونواصلوا المطالبة بحقوقنا بطريقة حضارية بالوعي وبالصبر. لازم نكونوا يد واحدة ونوصلوا صوتنا بطرق رسمية كما الرسائل الجماعية أو الجمعيات اللي تمثل الفئة. رئيس الجمهور في أكثر من مرة قال باللي الدولة ما تنساكمش، لكن التطبيق ياخذ وقت، خصوصا كي تكون الأمور مربوطة بالميزانية العامة.